السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي نتقاسم معكم هكا وغنشارككم هاد الكيكه اللي كتجي صراحه زوينه لذيذه بزاف اقتصاديه غير بالمندارين. مذاقها صراحه زوين، كتجي هشيشه رطبه اقتصاديه. ما نطولش عليكم، نمشيو نيشان المقادير وطريقه التحضير. وهنا كما كتشوفوا معايا غادي ندير اليوم كلشي بالخلاط، يعني ما غنحتاجش هكا الطراب اليدوي، عفوا الطراب الكهربائي. فانا اليوم غندير كلشي هنايا في هذا الخلاط صراحه اللي غادي يسهل علينا الامر. كما شفتوا خديت هنا 4 ديال البيضات اكيد في درجه حراره المطبخ، غنضيف لهم كاس ديال السكر سنيده، العبار ديال العنبه، وكاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. وصافي كما شفتوا يعني خلطت كلشي مزيان هكا في الخلاط. ودابا غادي نزيد عليهم هنايا عندي كاس ديال عصير ديال البرتقال، الماندارين نيت هو اللي عصرت وخديت منه كاس ديال العصير وضفتو على الخليط وطحنت. صافي غادي نجيب كلشي هنايا غادي نديرو في زلافه باش غادي نكمل باقي المقادير. وما تنساوش تخليو لي لايكات ديالكم، تعليقكم الزوينين اكيد اللي سيفرحوني. الا كنتو جداد في القناه فعلوا الجرس وتابوناو باش هكا يوصلكم ديما الجديد. صافي كما شفتوا خديت هنايا واحد المندرينه حتى هي درت القشور ديالها حكيتها. وغادي ندير هنا الدقيق اللي عندي 2 كيسان ونصف ديال الدقيق الابيض، وعندي 2 الاكياس ديال خميره الحلويات. غنبقى نضيفهم هكا غير بالتدريج شويه بشويه. الان ضفت كاس الاول وغادي نخلطو، ومن بعد غادي نزيد كاس ثاني، ومن بعد غادي نزيد نصف كاس مع 2 ديال الخمارات من فئه 7 غرام. ونتوما غادي تشوفوا الخليط بحال انا دابا تشوفوا معايا فاش غادي نخلط يعني هاد المكونات. غادي نشوف ان العجين ديالي باقي خصو شويه، لهذا غادي نزيد غير واحد المعلقه واحده ديال الدقيق الابيض. بان يكون الخليط راه بارك عليه. كتشوفوا القوام ديالو هكا ملي كتكتبوا كتهزوا العجين بالمضرب وكتحاولوا كتكتبوا شي رقم مثلا 8 راه كيتكتب. فهمتوا؟ يعني كيبان لكم العجين راه تكتب، ماشي بحال كتبداو تكتبوا تيغبر من الاول. يعني حتى تكتبوا عاد كيمشي مع العجينه. المهم كنتمنى نكون وصلت المعلومه مزيان. صافي كما قلت لكم كنحاول هكايا ندخل داك الخليط، ندخل داك الدقيق عفوا. في هذا الاثناء راني شعلت الفران بطبيعه الحال كيسخن. المول اللي غادي ندير فيه هذا الكيك درت له فرش له واحد الورق ديال الزبده ودهنته حتى هو، دهنت الجوانب هكا بالزبده صافي باش ما يلصقش معنا الكيك وصافي. ودابا صافي كما شفتوا معايا غادي ندير هذا خميره الحلويات، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. وهنا نسيت ما قلت لكم غادي نضيف واحد نص عصير حامضه، يعني نصف ديال الحامضه عصرته وضفته. اللي ما عندهاش دير واحد المعلقه كبيره ديال الخل. علاش؟ حيت كيعطينا واحد الخفه للعجين وتعطينا حتى هكا المذاق حتى هو تيجي زوين ديال الحامض، يعني غيتواسى مع الليمون. كما قلت لكم اللي ما عندهاش دير معلقه ديال الخل باش كيجيكم الكيك خفيف وهش. صافي هنا كما شفتوا معايا هنا غادي نزيد هذيك المعلقه اللي قلت لكم ديال الدقيق الابيض صافي، وغادي نكون ساليت باش ندخل الكيكه ديالي الفران. وصافي هنا غادي نجيبو المول اللي غادي نديرو فيه العجين، وغادي نخويو فيه العجين ديالنا كامل. نحاولوا هكا نضربوا المول مع سطح العمل بحال ديما باش هكا يخرجوا لنا الفقاعات وما يجيناش الكيك فيه دوك الثقاب. عرفتوا هكا كيجي فيه دوك الثقاب كبار ما كيجيوش زوينين صراحه. ضربوه باش يخرج كاع داك الهواء من العجين وتجيكم هكايا زوينه اسفنجيه. صافي من بعد ما دخلنا الكيكه كطيب غادي ندوزو باش نوجدو الصوص اللي غادي نديرو من الفوق ديال هذا الكيك. بما اننا صوبناها بعصير المندرين غادي كذلك نصوب هذا الصوص بالمندرين. خديت هنايا كاس ديال العصير ديال المندرين وغادي نضيف معاه واحد معلقه كبيره حتى ل2 معالق ديال السكر سنيده، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال النشا
اللي ما عندهاش دير معلقه ديال الفورص، الدقيق الابيض ماشي مشكل، غير هو النشا كيكون افضل. صافي غادي نحط كلشي فوق البوطه، غنحركو بعدا مزيان باش داك النشا يذوب حتى يتخلط مزيان، هو السكر سنيده وهذا عصير البرتقال، وعاد غادي نحطهم فوق البوطه ونبقى كنحرك ما نحيدش يديا حتى يعقد لينا هاد الصلصه اولا هاد الصوص تتعقد وتولي بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. واحد اللون كيجي زوين، ما درت فيها لا نكهه لا ملون لا والو، غير اللون ديال البرتقال. كما كتعرفوا هذا المندرين راه اللون ديالو زوين. وكاضافه في الاخير الا بغيتو ما بغيتوش ما ديروهاش، انا ضفت هنايا واحد شويه ديال الشوكولاط ابيض هكا، زعما قطعته قطع صغار وضفتو للخليط هكا تيعطينا حتى هو المذاق، وكيزيد يعني يعقد لينا هذيك الصوص، يعني كيزيد تشد راسها اكثر. ما عندكمش ماشي مشكل، راه غير هذيك الصوص بوحدها راه زوين. صافي والكيك من بعد ما خرج كيما شفتوا معايا ها هو راه خدا واحد اللون زوين، جا محمر تبارك الله، عالي مهوي، حتى تصوبوه ان شاء الله وتعرفوني علاش كنهضر. والمذاق ما شهيتكم كيجي رائع. وصافي وكنصبوا هاد الصلصه من الفوق هكا على هذا الشكل، كنحاولوا نصبوها بواحد هكا يا صافي من الفوق، وكنخليوها تهبط على الجوانب بشكل يعني عشوائي بلا ما نبقاو نقادو فيها ما والو، غير كنميلو الطبسيل هكا وهكا صافي باش تمشي لينا على جميع الجوانب. وكيكون هذا هو الشكل ديالو. صافي كتزينوه بهكا بشي شرائح ديال الليمون الا بغيتو، شويه ديال النعناع، يعني اللي عندكم، اولا تخليوها غير هكايا ماشي مشكل. المهم هي هاد الصلصه كتجي صراحه مواتيه مع هاد الكيك، كتجي بنينه، كتعطي حتى هي مذاق زوين. ونقول لكم الى اللقاء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوليش من لايكاتكم فضلا وليس امرا، ونخليكم مع فيديو قادم ان شاء الله. ونقطع لكم هنا واحد الطريف تشوفوه كيف جا من الداخل، ما شاء الله راه جات زوينه، غير اللون غيعطيكم الخبر.